في نيويورك لا يمر شهر رمضان كأي شهر آخر، فالمسلمون في هذه المدينة الأمريكية يمارسون بدورهم طقوس شهر صيامهم، حيث يجتمع بعضهم في إفطارات جماعية، كما هو الحال هنا في المركز الإسلامي للمدينة. إننا في شهر رمضان نجد الوحدة الإسلامية والروحية تبدأ من أندونيسيا لمكسيكو لأمريكا لكندا. الكل يحترم الأمر الرباني بالصيام والأمر الرباني بالفطار. إفطار يلم شمل أعضاء في الجالية المسلمة على تنوع جنسياتهم وطبقاتهم، في طقس يتسم بالألفة وبممارسة التقاليد المتعارف عليها في هذا الشأن. عادة لما بنكون صايمين أول حاجة بنفطر عليها هي البلحة، والبلحة هي حاجة من السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان دايما بيفطر على البلح، والبلح يعني فاكهة وفي نفس الوقت حاجة مغذية، فالواحد على طول بياخد حاجة فيها سكر كتير وعلى طول بعديها بتكون مية. شهر الصيام وهو الأقدس في التقويم الهجري يمثل فرصة للتواصل الاجتماعي وللتفكير بالآخرين. كل سنة وكل الأمة العربية بخير وسلام، ويا رب يعم السلام على العالم كله، مسلمين ومسيحيين ويهوديين، ونعيش كلنا في حب وسلام. المسلمون في الولايات المتحدة يمثلون أقلية لها حضورها، نحو 8 ملايين مسلم يعيشون في هذا البلد، بينهم 400,000 في مدينة نيويورك.